أنا مازن، شاب زي أي شاب، متجوز وعندي أولاد وحياتي ماشية، لحد ما جت اللحظة اللي سمعت فيها كلمة قلبت كياني. قالت لي مراتي: مش قصدي حاجة، بس يا مازن وجود مامتك معانا في البيت بقى صعب شوية. سألتها باستغراب: انتي بتقولي ايه؟ عايزاني أرمي أمي في الشارع بعد عمرها كله معايا؟ ردت وهي بتحاول تهدي الموضوع: يا حبيبي، مين قال انك هترميها؟ احنا هنشطها في دار مسنين، مأوى يعني، هتلاقي فيه كل حاجة. قلت لها وانا حاسس اني مخنوق: دار مسنين ده بيت للناس اللي ما عندهمش حد، مش لأمي اللي تعبت وربت ووقفت جنبي. قررت وقتها قرار ما فيهوش رجعة، أمي هتفضل في البيت معززة مكرمة، تاج على راسي لآخر يوم في عمري. قالت لي: وأنا مش هقعد في البيت طول ما هي فيه. قلت: مع ألف سلامة. بعد شوية سمعت صوت أمي وهي تقول بصوت متأثر: أنا سمعت كل حاجة يا ابني، مراتك عندها حق. صرخت: حق يا أمي؟ بعد تعبك معايا أرميكي؟ ده أنا لو هشحت مش هفرط فيكي. ردت عليا والدمع في عينها: أنا مش عايزة أتبهدل في آخر أيامي، أنا معرفش حد غيرك. حضنتها وقلت: ربنا يبارك لي فيكي يا أمي، كل اللي أنا فيه لسببك وبدعوتك. فات أسبوع لا كلمت مراتي ولا سألت عليها. قالت لي أمي بحنية: يا ابني روح هات مراتك، مش حلو كده عشان عيالك. قلت: يعني هنتكلم تاني في نفس الموضوع؟ قالت لي: وحياة غلاوتي عندك روح هاتها علشاني. وفعلا رحت تاني يوم بس علشان خاطر أمي. وصلت واتكلمت قدام أهلها وقلت بكل احترام: جيتلك علشان البيت والأولاد. قالت لي بكل برود: يا أنا يا أمك. رديت عليها من غير تردد: أمي وفوق الكل كمان، وورقتك هتوصلك لحد بيتك. رجعت وأول حاجة قلتها لأمي: هتطلقها، طلبت مني أختار بينها وبينك وده مستحيل. اتصلوا بيا بعدين من مكتب الطلاق: الورق جاهز بس ناقص توقيعك. رحت ووقعت وقالوا لي: هي مش عايزة الأولاد. بعد ما مضيت الورقة وسبتها قلت كويس، بس حتى لو كانت عايزاهم ما كنتش هسيبهم. وعدى الوقت، وبعد 3 شهور ربنا رزقني بزوجة تانية، زميلة في الشغل، طيبة محترمة، بتحب أمي وشايلاها على كفوف الراحة. في يوم قالت لي أمي: اقعد انت بقى، كفاية اللي بتعمله عشاني حتى بعد ما اتجوزت. رديت وانا ببص في عينيها: انا اخدمك بعيوني يا امي، انتي العمر كله. ضحكت وكأن الدنيا كلها ضحكت معايا. ولو تخلى عنك الجميع فلن اتخلى عن قطعة حملت روحي، ويميل الجميع ولا يميل كتف امي. قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. لو أثرت فيك القصة ما تخليش الخير يوقف عندك، انشر الفيديو للي بتحبهم، يمكن تكون سبب في تغيير نظرتهم أو حتى ترجع قلوب كانت ناسية فضل الأم. واكتبوا لنا في التعليقات رأيكم الجميل وشجعونا بكلمة حلوة. وما تنسوش تشتركوا في قناتنا سكون للعقول الراقية علشان توصلكم القصص اللي بتمس القلب وتغذي الروح. سلام لقلوبكم وسكون لعقولكم.